ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنطور اللعبه اللي انتوا قلتوا عليها. عندنا اول لاعب واللي انتوا قلتوا لي اعملوا تطوير كذا مره، وهو كوستا كورتا. يعني كوستا كورتا محير جدا يا جدعان. وعندنا باستوني الهايلايت، وعندنا روديجر نسخه عروض الترشيح، وعندنا ماتيز ديليخت نسخه الهالوين، وعندنا لويس فيجو بجميع نسخه. عندك النسخه الايبك، وعندك النسخه الايك بوستر، وعندك نسخه باكج بتاعت ميسي اللي توصل 104، وكمان طلبتوا مني نسخه نيمار جونيور نسخه سانتوس البرازيل. عندنا اول لعبه يا جدعان. يعني احنا هنا عندنا 3 تطويرات لكوستا كورتا. عندنا التطوير الاولانيه زي ما انت شايف السبيد بيوصل 93، وارقامه الدفاعيه هي مش احسن حاجه، ولكن ده يلعب ار بي وال بي كويس جدا. ولو لعبته سي بي هو مش هيأدي احسن حاجه. وزي ما انت شايف التطوير عندنا حطيت له 8 في الدكستيرتي، وعندنا في اللور بادي 17، والايل ستينس 3، والديفندنج 8 لو انت على موبايل. وعندنا تطوير ثاني من كوستا كورتا. يعني زي ما انت شايف كده ده يلعب سي بي مرتاح. زي ما انت شايف الوعي عنده 98، ديفنس انجيجمنت 99، تاكلينج 96، اجريشن 90. ارقامه حرفيا خرافيه. والسبيد عنده بيوصل 84، والستامينا 95، وعنده الهيدنج عليت كمان 90. وزي ما انتم شايفين التطوير 2 في الدكستيرتي، وعنده في اللور بادي 9، وعنده الايل ستينس 7، وعنده الديفندنج 17 نقطه. وعنده زي ما انت شايف يوصل جوه في السي بي، يعني جوه اللعبه نفسها في ارض الملعب 102. انت متخيل؟ وعندنا كوستا كورتا يعني حرفيا ده ايه البالانس اللي ممكن يلعب سي بي وممكن يلعب ايه ار بي. عندك السبيد 85 ممتاز، بس هتديله في التاكتكس هتقول له ديفنسيف لكوستا كورتا ما يتقدمش، لان سرعته يعني لو في مثلا مبابي ولا حاجه هو يكون في مكانه، لكن لو تقدم فمش عارف يجيب كل مبابي في الايه في التصارع. ارقامه الدفاعيه وعي 97، انجاجمنت 99، تاكلينج 95، اجريشن 89 ممتاز جدا. عندك الهيدنج 86 ممتاز، اللوفتد باس واللو باس ممتازين جدا، والاستامين عنده ممتاز، فيزيكال كونتاكت عنده 84. يعني ده حرفيا يعتبر دي من اكتر التطويرات اللي هي ايه عجبتني انا شخصيا. يلعب ال بي، يلعب سي بي، يلعب ار بي. وكمان زي ما انت شايف في الخريطه عندك بيوصل 102. والتطوير عندك بياخد 5 في الدكستيرتي، 10 في اللور بادي، 4 في الاير سترينث، 16 في الديفندنج. اللاعب اللي عندنا يا رجاله هو باستوني نسخه الهايلايت. النسخه دي انت طلبته نطورها. النسخه دي مش هتبقى 100 زي تيو هرنانديز. تيو هرنانديز نزل له تطوير وصلته 100، لكن ده لا، ده الماكس بتاعه 99. ولكن انا هي عملت له تركايه بسيطه، بدل ما سرعته كانت 77 او 76 خليت سرعته 80، بحيث يعني ايه يكون في سيكه سرعه عنده شويه. فعنده السرعه 80، الجامب 84، فيزيكال كونتاكت 85، والاستامينا 82. ارقامه الدفاعيه ممتازه. عندك الديفنس اويرنس 92، انجاجمنت 92، تاكلينج 95، والاجريشن 90. وعندك جوه التشكيل بيوصل 98. والتطوير يا رجاله عندنا خد 4 في الدكستيرتي، 7 في اللور بادي، 7 في الاير سترينث، 12 في الديفندنج. جرب التطوير قول لي رايك. وعندنا اللاعب اللي انا حرفيا لما بشوفه في الديفيجن بترعب منه وهو انتوني روديجر. عملت له تطوير خليت السبيد عنده 82، والجامب 90، والفيزيكال كونتاكت 91، وعنده ارقامه الدفاعيه اسمع يا سيدي، وعي 95، ديفنس انجاجمنت 90، تاكلينج 95، اجريشن 99. حرفيا اللاعب ده بالتطوير دي هيبقى حرفيا عندك لاعب رخم جدا جدا في الملعب. والتطوير بتاعته اديته 5 في اللور بادي، 5 في الاير سترينث، و14 في الديفندنج. واللاعب اللي عندنا يا رجاله هو ماتيز ديليخت نسخه هالوين المجانيه. النسخه دي يا جدعان كانت حلوه قبل التحديث اللي فات او التحديث اللي قبله، كانت حلوه جدا جدا. لكن دلوقتي حرفيا هو تايه. انا معايا تايه. انا كنت بلعبه اساسي جنب فان دايك، كان بيقفلوا الدفاع، لكن دلوقتي بقى بيتوه وكده. ولكن بعد التطوير دي ظبطوه شويه. عنده السبيد وصلته 80، كيكينج باور 93، جامب 92، وفيزيكال كونتاكت 90، والوعي 95، وباقي الارقام 91. هي ارقام تبان اللي هو اقل مدافع، ولكن في ارض الملعب كان قوي. والتطوير عندك اديت له 10 في اللور بادي، 4 في الاير سترينث، 8 في الديفندنج، و4 في الجول كيبر 1. تقول لي ليه؟ عشان اديله جامب واوفر، بدل ما اديله في الاير سترينث وياخد نقط كتير، فانا رحت واخد من هنا وحطيت هنا بقى الجامب اعلى. فاهم حاجه؟ دي تركايه كده بسيطه ظبطته. واللاعب اللي بعده يا رجاله هو لويس فيجو الايبك بوستر اللي نزل لنا. حرفيا ده اكتر وينج متكامل في اللعبه، سريع، شويط، ار2، فينش، كل اللي انت عايزه، بول كنترول، كل اللي انت عايزه موجود عنده. يعني عندك السبيد 85 والاكسلريشن 96، حرفيا صاروخ. كيكنج باور 86، البالانس عنده 93، والاستامينا 85. عنده الوعي بيوصل 86 عشان تحركات تاخد منه تحركات حلوه، والبول كنترول عنده 90، ديبلينج 95، تايب بوزيشن 95. وعنده اللو باس واللوفتد باس ممتازين، والفينش عنده بيوصل 85، والكيرل 95، وضربات حره مباشره 89. حرفيا النسخه دي شديده جدا جدا جدا. وتطوير عندنا 8 في الشوتنج، 2 في الباسنج، 7 في الدريبلينج، 13 في الدكستيرتي، و6 في اللور بادي. جرب التطوير قول لي رايك. والنسخه الثانيه بتاعه الايبك بتاعه لويس فيجو، حرفيا انا عامل له تطويرتين، يعني في واحده للدريبل وفي واحده يكون وينج. فانت اختار من اسلوب لعبك. انا بحب ايه يكون في تنوع، ما يبقاش هي دي التطوير دي اللي خلاص هتلعب بيها وخلاص كده انت مش فاهم اي حاجه. لا، لازم تكون انت تختار اللاعب بناء على ايه. تختار بناء على الدريبل ولا السرعه. لو السرعه ففي تطوير السرعه وفي تطوير الدريبل. عندك هنا السبيد 84 والاكسلريشن 93، هي اقل من الايبك بوستر طبيعي، ولكن ارقام يعني قريبه شويه نوعا ما. عندك الاستامينا 90 والبالانس 80. البالانس هناك اعلى شويه، مش اعلى، ده اعلى كتير كمان، يعني فرق حوالي 13 نقطه. وعندك الواي 80، بول كنترول 92، دريبلينج 94، تايب بوزيشن 84. هي دي ارقام كوينج. انت ايه هتاخد الكره وترفع او تخش وتشوت ار2 او بوش رجل بالاوتسايد، لكن الدريبل مش قد كده. ولكن عملت لك تطوير للدريبل هتروق عليك. عندك الفينش عنده 86 اعلى من الثاني، بريس كيكنج
الشوتنج 83، الثانيه كانت اعلى، والكيرل عنده 91. حرفيا الكيرل بتاعه خرافي. وزي ما انتم شايفين يا شباب 9 في الشوتنج، 2 في الباسنج، 9 في الدربلينج، 8 في الديكسترتي، و8 في اللور بادي. سكرين شوت وقول لي رايك. والتطويره الثانيه يا رجاله زي ما انتم شايفين السبيد عنده 81، اكسلريشن 93، كيكنج باور 80، بالانس 80، وستامينا 86، والوعي عنده 80، بوست بول كنترول 97، دريبلينج 99، تايت بوزيشن 90. مفيش احسن من كده. ولو انت جبت له مدرب بيب جوارديولا هيزود له نقطه في التايت بوزيشن. عنده اللو باس ولوفت باس ممتازين، عنده الفينش 82 والكيرل 86. فانت عندك التطويره دي والتطويره دي، اختار على اسلوب لعبك. ولكن انا بالنسبه لنا انا افضل التطويره دي احسن، لان سرعه وتسارع موجود، دريبل مش وحش، والفينش عنده عالي، والكيرل عنده عالي جدا، وعنده اللو باس ولوفت باس كويسين. فانا شايف ان التطويره دي احسن ليه. والتطويره بتاعته يا رجاله 5 في الشوتنج، 14 في الدريبلينج، 8 في الديكسترتي، و5 في اللور بادي. ونيجي يا رجاله النسخه اللي انتوا كلمتونا عنها وهي نسخه ميسي بتاعت الباكج اللي بتوصل في التشكيل ل 104. عملت لكم تطويرتين زي ما انت شايف. عنده في السبيد 81، والاكسلريشن 88، كيكن بو 85، بالانس 93، والاستامينا 81. عنده الوعي 91، بول كنترول 99، 97، دريبلينج 101، تايت بوزيشن، وعنده اللو باس ولوفت باس. مش عايز اعلي عن كده لاني هاخد من الدريبل، فانا كده انت ايه يعني ايه لصمه، هو لازم ينقص في حاجه. هي دي نسخه ميسي للاسف. فينشنج عنده 91، بريس كيكنج 91، كيرل 93، يعني حرفيا ارتوهات ضربه مباشره. فينش عنده عالي جدا. والتطويره بتاعته ادت له 6 في الشوتنج، 4 في الباسنج، 12 في الدريبلينج، 8 في الديكسترتي، و8 في اللور بادي. والتطويره الثانيه بتاعت ميسي يعني دي بقى ايه اللي ايه دي اللي انا افضلها احسن، لان الثانيه كانت اوفر قوي البول كنترول واللازم منه. هنا انت عندك السبيد 80 والاكسلريشن 91، يعني هيبقى جراي معاك كوينج. وعندك هنا بالانس بيوصل 96 عليته، والاستامينا 80 هيلعب معاك شوط ان امكن، يعني لو كمل لغايه 60 او 70 يبقى زي الفل. عندك الوعي 94 تحركات للسما، وعندك البول كنترول 92، دريبلينج 90، تايت بوزيشن 96. كده كده اصلا ميسي في الملعب خارق، فالارقام دي كويسه بالنسبه له. لو باس ولوفت باس ممتازين، والفينش عنده عليته ب 94، بريس كيكنج 94، والكيرل عنده 96. ودي التطويره بتاعته يا شباب 9 في الشوتنج، 6 في الباسنج، 5 في الدريبلينج، 11 في الديكسترتي، و7 في اللور بادي. قول لي انت من وجهه نظر. انا بالنسبه لي ارجح التطويره دي. وعندنا النسخه الاخيره اللي مش واخده حقها في اللعبه والله العظيم. في ناس كتير ما بتعرفش تلعب بالنسخه دي. عارفين النسخه دي العب اس اس، العب ال دبليو اف، العب سي اف، العب العب اي ام اف زي ما انت عاوز، حرفيا هاكر. بص التطوير يا ابني، عندك السبيد 90 والاكستيشن 94، بالانس 95، واستامينا 80. اسوأ ما في نيمار هو الاستامينا، ولكن لو انت على البي سي انت بتدي له هجمه عكسيه او كاونتر تارجت وحرفيا بدن قدام وبتظبط الحكايه دي. عندك اوفنس اويرنس اللي هو الوعي 93، بول كنترول 95، دريبلينج 101، والتايت بوزيشن 91. طبعا لو انت جبت مدرب هيزود له نقطه في التايت بوزيشن ده مع بيب جوارديولا، او لو مع تشابي الونسو هيبقى 95. فحرفيا كانت خرافي. عندك الفينش عنده بيوصل 89 ممتاز جدا، بتاخدش بالارقام. فينش عنده في الملعب رايق جدا، والكيرل عنده 84. حرفيا الكارت ده جايب معايا مساهمات تهديفيه مرعبه. والتطويره بتاعته 8 في الشوتنج، 15 في الدريبلينج، 7 في الديكسترتي، و8 في اللور بادي. سكرين كده وقول لي رايك. وزي ما انتم شايفين ده في الملعب حرفيا بيوصل 101 في المراكز اللي انتم شايفينها دي. انا بلعبه اس اس وبلعبه ال دبليو اف وساعات اس سي اف، كل ده شغال. بس كده يا رجاله دي كانت التطويرات اللي انت قلت لي عليها. لو عجبك الفيديو يا ابني تشترك الحلو بتاعك، يا ابني ما تنساش تشترك في القناه، شغل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو انزله. قول لي تحت في الكومنتات لو عايز تطور لك اي لاعب اعمل لك التطوير زي التطويرات اللي انت لسه شايفها دي. جرب وادعي لي. وبس كده، سلام.